يا مرحب يا مرحب بيكم يا 300 ألف أهلا وسهلا. رول نمبر 7: don't keep making the same mistake. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ما تصممش على غلطاتك، وما تصممش انك كل مرة تعمل نفس الحاجة وتنتظر نتيجة مختلفة. في مقولة انا مش فاكرة بصراحة مين اللي قالها حاليا وانا بسجل الفيديو ده، بس بتقول ان انت او فيها معناها يعني ان انت ما تعملش نفس، يعني ما تسلكش نفس الطرق او نفس الطريق وتنتظر نهايه ونتيجه مختلفه. ما هتيجي منين؟ ما هو نفس الطريق. انا كل يوم ماشيه من الشارع ده اخره هي نفس العماره، مش هاجي الاقي مثلا بدل العماره دي بقت فيلا مثلا. هي هو نفس المستيك اللي بنرتكبها كل مره. انا مثلا كنت حياتي فاتحها على البحري لكل الناس، واكتشفت ان ده غلط، وده خلى الناس تنتهك خصوصيتي، والناس تستبيح حدودي وي وي وي. خلاص بقى، ما اجيش بقى في العلاقه التانية اقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدا من اول وجديد نفس المستيك. يعني من احسن الحاجات او من النعم اللي ربنا بينعم بيها على نفسنا ان هو يخلق لنا بصيره. الانسان يبقى على نفسه بصير، انا عارف عيوبي وعارف مميزاتي. العيب ده جربته مرة او ما جربتوش، وقعت مرة واتنين، خلاص بقى. ده المفروض، يعني المفروض ده في ناس، يعني خليني اكون صريحة معاكم، مش كل الناس بيبقى عندها حكمة في انها من اول مرة تتجنب عيوب معينة. لازم تتلدغ مرة واتنين وتلاتة. بس حاول ما يعني تركز. يعني خلاص اتلدغنا مرة، ما خلاص ما تنتظرش. عيبك ده هيوديك برضو لنفس الطريق المسدود اللي انت مشيت فيه قبل كده. ربنا ينجينا من عيوبنا وينجينا من نفسنا، ونبطل نفضل نعمل نفس الغلطات واحنا منتظرين نتائج مختلفة. السلام عليكم.